السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في طريقتي مع اسماء. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير لكم قوالب تورته الحلوين كيف ما عودتكم طريقه سهله. وفي الفيديو القادم ان شاء الله غادي ندير لكم الحشوات اللي درت فيهم. كالعاده غادي نخلي لكم مقادير بالصوت في نهايه الفيديو. نخليكم مع الطريقه. غادي نحتاجوا 125 غرام ديال الزبده تكون بارده ومحكوكه في الحكاكه. غادي نزيدوا عليها ربع ديال الدقيق اللي هما 2 كيسان عنبه ونص، 2 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، 4 معالق صغيره ديال الملحه. دابا غادي تخلطوا الزبده مع الدقيق مزيان غير بصبعكم حتى تولي عندكم بحال الرمله، وتاكدوا بلي ما بقاش حتى شي طرف ديال الزبده. غادي ناخذ دابا صفر ديال البيضه، وغادي نزيدوا عليها 4 معالق كبار ديال الماء يكون مكلاصي، يعني نحطوه في الفريغو شي 2 ولا 3 ديال الدقيق. غادي نطربوه ونزيدوا على الزبده والدقيق اللي صاوبنا، وغادي نخلطوا بيدينا حتى تولي عندنا واحد العجينه متجانسه. ما خاصكمش تخدموا العجينه بزاف لان هذا هو السبب اللي كيخليها كتقلص في المول، يعني فاش كطيبوها كترجع لكم صغيره. كيف ما كتشوفوا غير كتجمع ليا العجينه كنتوقف. الا جاتكم شويه مطلوقه حطوها في الثلاجه حتى تشد في راسها عاد بسطوها. انا دائما كنخدمها مباشره من بعد ما كنجمعها. غادي تاخذوا قطعه من العجين وغادي ترشوا البلاصه فين غادي تخدموا. حاولوا تبسطوه شويه رقيق، ولكن ماشي رقيق بزاف، يعني متوسط باش ما يجيكمش القالب غليظ بزاف. خذوا شي اناء ولا شي دائره باش تقطعوه، خاصها تكون شي شويه كبر من المول اللي غادي تستعملوه. خذوا دائره العجين ودخلوها من وسط المول وقدوا الجناب بيديكم بحال هكا. واستعملوا الدلاك باش تقطعوا الفائض ديال العجين، وتكوهم مزيان بالفرشاة. غادي نعمروهم باللوبيا، هي اللي غادي تقل باش ما تخليهمش يتنفخوا في الفران. دابا غادي ندخلوهم يطيبوا 20 دقيقه على 180 درجه اللي هي حراره متوسطه. الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت. منين كنخرجوهم كنحيدوا اللوبيا وكنرجعوهم يطيبوا 10 دقائق اخرى. وهذا هو الشكل النهائي. بهاد المقادير درت 6 القوالب متوسطين، وشات لي العجينه باش درت هاد 5 القوالب صغار. هكذا نكون وصلنا لنهايه تاع الفيديو. نتمنى ان هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم، وكيف ما وعدتكم ان شاء الله في الفيديو القادم غادي ندير لكم الحشوه وبصحه والراحه. في المقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق اللي هما 2 كيسان عنبه ونص، 125 غرام ديال الزبده بارده ومحكوكه، 4 المعالق كبار ديال الماء بارد، 2 المعالق كبار ديال السكر ثقيل، 4 معالق صغيره ديال الملحه، واصفر بيضه.